الفرم يرحمه الله حمى المدينة وحمى مسجدها من أن ينال بسوء. لهذا قبل عبد العزيز التحدي أحمد رضا به شاه إيران بالبرقيات التي وصلته من أهل المدينة أن القبة الخضراء بتضرب بالنار وتضرب بالسلاح، فطلب طبعا مفاوضات مع الإنجليز وحملة من فؤاد وملك مصر. فقبل عبد العزيز التحدي، وجاء سفير إيران في جدة شمس الملك أخذ أحمد لاري وجاءوا إلى المدينة بالسيارة، يحميهم جيش من الشريف في حدود الشريف، ويحميهم جيش بن سعود في حدود بن سعود اللي استولى عليها بن سعود. ورأيت كتب عبد العزيز للنشمي يوصيه وأن يدخل المدينة وأن يكشف. قبل التحدي عبد العزيز. لماذا قبل التحدي؟ غرورا أو عدم مبالاة؟ لا، كان يعرف من الفرم ومن أعوانه في المدينة أن الحرم المنائر والقبة الخضراء لم يصيبها بسوء، لأنه الدويش بعيد عنها، الرصاصة ما توصل. أما الجيش الفرم يمكن من البقيع يضرب المسجد بحجر كده، بحجر، لأنه قريب منها، العوالي قريبة. فجاء شمس الملك ومع أحمد لاري صعد إلى المسجد، صعد القبة الخضراء فلم يجد فيها طلقة نار، فانتصر عبد العزيز. انتصر عبد العزيز بشخص هو الشريف شحات. شريف شحات عرف، فأرسل إليه مصطفى عبد العال بكتاب يطلب أن المدينة تسلم لابن من أبنائك. فأرسل الأمير محمد بن عبد العزيز حفظه الله، فدخل يوم الخميس